نود جي اس. يعني ايه نود جي اس؟ النود جي اس هو بيئة تشغيل جافا سكريبت خارج المتصفح. يعني ايه الكلام ده؟ جافا سكريبت في البداية يا صديقي كانت بتشتغل جوه المتصفح بس، زي جوجل كروم، فايرفوكس. وده كان معناه انك تقدر تستخدم جافا سكريبت بس في صفحات الويب، زي مثلا لما تعمل زرار بيفتح منيو او يغير لون وهكذا. بس المبرمجين مع الوقت حبوا يستخدموا جافا سكريبت في اماكن تانية، زي السيرفر مثلا، فاحتاجوا بيئة تقدر تشغل جافا سكريبت بره المتصفح. وده اللي عمله نود جي اس. انت لو سمعت عن مصطلح النود جي اس قبل كده فانت اكيد سمعت عن ان النود جي اس هو عبارة عن ران تايم. طب يعني ايه ران تايم؟ الران تايم ببساطة هو عبارة عن البرنامج او البيئة اللي بتشغل منها الكود بتاعك. مثال بسيط: لما تكتب كود جافا سكريبت لازم يكون في حاجة بتفهم الكود ده وتشغله. في المتصفح مثلا اللي بيشغل الكود ده هو حاجة اسمها جافا سكريبت انجن، زي ال V8 الموجود في جوجل كروم. نود جي اس استخدم نفس ال V8 انجن وركبته ببيئة مستقلة عشان تقدر تشغل جافا سكريبت على السيرفر. يعني بالظبط كأنك خدت دماغ المتصفح وركبتها ببرنامج لوحده تقدر تشتغل عليه بره المتصفح براحتك. وده هو النود جي اس. طيب نود جي اس بيستخدم في ايه؟ اول حاجة تقدر تبني بيه سيرفرات مواقع الكترونية او APIs. تقدر تستخدمه في الباك اند ديفلوبمنت، ومشهور جدا في تطبيقات الريال تايم زي الشات او الالعاب الاونلاين. وبس يا صديقي، في الفيديو ده عرفنا مقدمة بسيطة عن النود جي اس، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. سلام.